احنا النهارده في المانيال وده اليوم ال40 من متابعه اعمال تشطيب شقه بالمانيال. هنستلم النهارده مع بعض بند البياض او المحاره زي ما بيسموه. بنستخدم ميزان الخرطوم، بنشغله ونشيك على شرابنا عشان نتاكد من قاع الكمر والعتب والجلسات بتاعتنا. شيكنا والدنيا تمام، معاك القده والميزان، وهنبدا بالزاويه نحطها في جميع الاركان 90 درجه بالملي، يبقى انت تمام. واي ملحوظه بنكتبها للصناعيه على الحيطان زي ما انتم شايفين. بعد كده بنجيب الدراع ونشيك على رأسية واستقامه الحوائط على كل جنب، وكمان في الاركان بنحط الدراع مره واقف ومره على المايل، وفي كل مره نلمح الدراع ونشوفه مفرق عن الحيطه ولا لا. ولو مش مفارق يبقى الدنيا تمام. منور والدنيا مش تمام بنعلم للصنايعي على الجزء اللي مفارق عشان يظبطه في التسليمه اللي بعد كده. وكل حاجه بنوريها لكم، الصح بتشوفوه والغلط برضو بتشوفوه. وهدفنا دايما الكواليتي والاهتمام بالتفاصيل، وكل اللي بتسمعوه مني بنحاول نطبقه باعلى جوده ممكن تتخيلوها. كمان ما بننساش القده نحطها افقي ونحط عليها ميزان في كل مره. واكتر مكان بيكون صعب على الصنايعي الاركان والزوايا والاعتاب، فلازم ناخد وتر على الجزء اللي فوق العتب وعلى الجنب اليمين وكمان الشمال. وخد بالك بند المحاره من البنود المهمه جدا اللي لو استلمتها صح هتريحك قوي بعدين، وهتريح كل الصناعيه اللي هتشتغل معاك بعد كده. واكتر اتنين بيعانوا النقاش والمبلط، فنصيحه مني اهتم بشغلك والحق المشكله قبل ما تحصل عشان هتوفر على نفسك كتير وهتوفر على العميل اكتر. سلام.